تخيل معي المشهد، بغداد مدمرة، أصوات انفجارات في آخر المدينة، في صوت موسيقي قاعد بيعلم الخلفية. تخيل إنه 7 دقائق كانت كافية لسرقة 1 مليار دولار. هذا اللي صار ببغداد إبريل عام 2003 أثناء الغزو الأمريكي على العراق. بغداد إبريل عام 2003 كانت المدينة في حالة فوضى، الغزو الأمريكي مكسر الدنيا، مولع الدنيا، السيارات قاعدة بتفقع، الناس قاعدة تهرب من الشوارع، الأبنية بتوقع، كل إشي متدمر، فوضى. جوا البنك حيا في اللحظة اللي احنا قاعدين نحكي فيها كان في مجموعة من الحرامية. هذول شو كانوا يسووا؟ كانوا أصلا شغالين في البنك بطريقة ما بعرف شو القصة بالضبط، بس بطلوا يشتغلوا في البنك وحاولوا يستغلوا هاي الحالة من الفوضى عشان يعملوا سرقتهم هاي. تمام. وكانوا محضرين أماكن يعني أنفاق وشغلات إنهم يطلعوهم من برا البنك طريقة ما حد يعني أنفاق هاي هم حفروها صح؟ لا كانت محفورة، كانت يعني أصلا موجودة. يعني هم في هاي الأنفاق هم التفاصيل هاي كلها هم كانوا شغالين في البنك وحافظين كل هاي 100% المخارج. طريقة إنهم كيف كانوا بيعرفوا كل الأماكن. حلو. بلشوا سرقتهم. كيف بلشوا زي كانوا موظفين عاديين. طبعا معهم أخذوا بوكسات، أخذوا شغلات، شنطات، حطوا فيهن المصاري اللي انسرقت. طيب قطع التيار الكهربائي لمدة 7 دقائق. 7 دقائق كانت كافية إنهم يسرقوا البنك كله. 7 دقائق. تمام. 60 ضرب 7 كثير بعرف كثير يعني ثواني. فاتوا بكل سلاسة. حلو. كان معهم 7 دقائق إنهم يسرقوا البنك. بلشوا في سرقتهم. يعني كانوا بمدة 4 دقائق تعرف قديش؟ حط له رقم قديش ماخذين، تبالغش يعني 100 مليون. لا وحياة الله قديش؟ 1,300,000,000 دولار أمريكي. تخيل 1,300,000,000. 1 بليون. طب كيف دخلوا؟ كيف طلعوا المصاري؟ كيف فاتوا فتحوا كل الخزنات، كل إشي، كل الذهب، كل المجوهرات، كل ذخيرة لأي حدا في العراق كان في وقتها في هذا البنك المركزي أخذوا. بنك المركز الحكومي، بنك المركزي العراقي. طيب فاتوا أخذوا كل المصاري. كيف طلعوا؟ كيف؟ هم أصلا كانوا إيش شغالين؟ كانوا شغالين في البنك. طيب لبسوا لباس إنه عادي أنا شغال في البنك، عمل حالهم إنهم بنقولوا إيش؟ أوراق عادية. طيب أوراق أنا عادي ماسك معي والله أحط أوراق عادية نطلع. ده يعني طلع زي حمل مصاري وطلع يعني أنت أصلا شغال في البنك. دخلت حملت مصاري. لا أنت شغال في البنك. أنا اللي فت أسرق. كيف حالك؟ بالله إيش؟ أنا قاعد بنقول في أوراق. أنت ما بتعرفني. دخل عليهم موظفين. أنت بتشتغل حاليا في البنك، مسكت وصرت تساعدني. يعني صاروا الناس اللي أصلا شغالين ساعدوهم في السرقة، هم ما بيعرفوا أنهم حرامية. فاتوا يعطيكم العافية والله قلبي مشيهم، طلعوا معهم زيكم طبيعيين. وفي هاي اللحظة لما طلعوا معهم كانوا عارفين ممرات وأنفاق وطرق ما حدا بيعرفها، ما حدش مستخدمها من 15 سنين. يعني هم عارفين لدرجة إنه في ناس في طرق مش مستخدمينها لمدة 5-6 سنوات هم بيعرفوها. مسكوا المصاري طق 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 طق، طلعوا من الابواب. مليار 300 مليون. مليار 300 مليون دولار. حملوهن يا زلمه؟ ما بعرف. مليار يعني مليار بدوش انت هالقد. شو شنت هالقد؟ هسه بعرفش قيس بدوش انت. هسه في منه ذهب، في منه مجوهرات، مش بس مصاري كاش. يعني في سبايك، في الماس، في شغلات زي هيك. كل شيء رجعوا على الحديده، صفروا الخزنه على الارض، صفروا كل شيء. هم طالعين قلت لك طلعوا بانفاق ما حدش بيعرفها. يعني ما حدا دقيقة عشان استوعب. انا كنت اشتغل في البنك. حلو. دخلت. حلو. على اني انا موظف بالبنك. حلو. تمام. موظفين السلام عليكم كيف حالكم؟ دخلنا على الخزنه. انا حرامي. حلو. انا حرامي. انا اكمل لك. دخلت على الخزنه. انا كنت اشتغل بنك، بعرف كل تفاصيل معينه اني اقدر افتح الخزنه هاي. هسه السؤال كان في لهم شراكه في البنك؟ يعني كيف لهم شراكه في السهم؟ على الاغلب انه على يعني اكيد 100%. يعني في حدا ساعدهم في الخزنه كانت يعني. لانها العراق في حاله فوضى، حاله حرب. طيب يعني الا ما زبطوا حدا. دخلنا عبينا المصاري بالشنطه، طلعنا. تنساش انه موظفين بالله بعينكم الله يديكم معنا. ما طلعنا. هسه تنساش انه في 7 دقائق كانت طافيه الكهرباء. هسه فاتوا زبطوا امورهم. لما طلعوا عادي زي كنا احنا اشخاص طبيعيين، طلعنا ومعنا الشناتي. دخلوا بالكهرباء طافيه، عملوا كل شيء وطلعوا كانوا محملين الشناتي. نفس اللي دخلوا نفس اللي طلعوا. بس الشناتي اللي دخلوا فيها فاضيه طلعوا فيها مليان 100%. وهم طالعين قلت لك طلعوا من الانفاق. المصاري اغلبها وين حطوها؟ حطوها بمستودعات حفرينها اصلا داخل العراق. طيب. جزء كبير منها، خلينا نحكي 60%، والباقي حطوه في السوق السوداء، والباقي الاخر طلعوا برا العراق. يعني انت بتحكي 7 دقائق كانت كافيه لتغيير التاريخ الاقتصادي العراقي الى الابد لهسه. انت فاهم الموضوع؟ يعني السرقه هاي مأثره لحد الان على لهسه من 2003. انت بتحكي 2026 تقريبا 23 سنه لهسه صارت. العراق لسه مش قادر يطلع من الموضوع. قصتك باي سنه صارت؟ 2003. نرجع احنا هسه لسنه 300 هجري. يعني تقريبا 900 ميلادي. تمام. في فرقه يا سيدي العزيز كان اسمها فرقه القرامطه.
شو هم هذول؟ فرقة القرامطة يا سيدي العزيز كانوا عبارة عن مجموعة شكلت لحالها دولة وأخذت الإحساء، منطقة اسمها الإحساء بالسعودية، عاصمة لها بين السعودية والبحرين، يعني هي أقرب للبحرين من السعودية. تمام. كان في بينهم خلاف كبير بينهم وبين الدولة العباسية. كان الحكم في المنطقة ذيك في الوقت هذا لمين؟ للدولة العباسية. هذول الجماعة شكلوا خطر كبير على الدولة العباسية وعلى نفوذها في المنطقة. حلو. تمام. بسبب خلافهم مع الدولة العباسية، تمام، ومعرفة إنه الحجر الأسود مهم، ده أهمية عند المسلمين. الحجر الأسود تبع الكعبة. الحجر الأسود قرروا يقتحموا الكعبة ويسرقوا الحجر الأسود عشان ينتقموا من الدولة العباسية. بدهم يسرقوا الحجر الأسود. الحجر الأسود. طب هم المسلمين؟ بقول لك عندهم فكر إلحادي. كانوا ذات فكر إلحادي. حلو. وكانوا بصراحة في عندهم أهداف. أنا هسه بحكي لك إياها سياسية نوعا ما. أنا هسه بحكي لك إياها خلال القصة. حلو. تمام. عندك سنة 317 هجري قاموا القرامطة بهجوم مفاجئ على مكة واستحوذوا على الحرم المكي. تمام. وحاصروا الكعبة. قيادة مين؟ اللي حكيت لك عنه في البداية، أبو طاهر الجنابي. تمام. هذا كان الرئيس تبعهم. كان رئيس القرامطة. حاصروا الكعبة في يوم التروية. يوم التروية شو يا لؤي؟ اليوم 8 ذو الحجة. كانوا زمان الحجاج يتجمعوا عند بئر زمزم عشان يشربوا منه، مش يشربوا منه، يخزنوا مي لليوم عرفة مثلا. لا كان سهل نقل المي. حلو. تمام. هجموا هان، حاصروا الكعبة، حاصروا الحرم مكي، قتلوا 20,000 مسلم من أهل مكة ومن الحجاج. 20,000؟ 20,000 مسلم في إطار الحرم. في الحرم. سيطروا على الحرم المكي. مسكوا القتلى رموهم في بئر زمزم، هيك يقال. تمام. وسرقوا الحجر الأسود وطلعوا بخلال ثواني. ليش سرقوا الحجر الأسود؟ عشان يضغطوا على الدولة العباسية ويضعفوا نفوذها في المنطقة، يضغطوا عليها سياسيا وعسكريا. كان هذول الفرقة. تمام. والله أنا ما مدهوش. تعرفوا ليش قالوا سارقينه؟ 22 سنة والحجر الأسود مش في مكة. طب شو كانوا يحكوا للناس؟ إنه سرق؟ شو كانوا يحكوا للناس؟ 20,000 واحد بقول لك ماتوا ورموا في بئر زمزم. كان معروف الشغلة. شو معروفة؟ حصروا مكة وحصروا الحرم ودخلوا وطلعوا. قتلوا 20,000 جد. 20,000. تمام. 22 سنة مختفي الحجر الأسود. شو يحكوا للناس؟ بس الحجر الأسود الموجود هو نفسه. هسه بكمل لك. هذا يا سيدي العزيز بعد 22 سنة كيف تم استرجاع الحجر الأسود؟ صار عندك يا سيدي العزيز أي حزب زي هيك بيطلع يعني خارج، بتقول هذول عبارة عن ناس خوارج. حلو. صار عندهم تفكك داخلي وضغط عليهم سياسيا واقتصاديا. الجماعة هذول ضعفوا. في عهد الخليفة العباسي اسمه المتقي لله العباسي. حلو. رجعوا الحجر الأسود مع ضغط من الدولة العباسية. طبعا لما رجعوه الحجر الأسود كان عبارة يعني كان متخرشم زي ما تحكي، زي كان فتفت. كان في كتير أضرار موجودة في الحجر الأسود. من إيش؟ من سرقة الحجر الأسود. هسا لما رجع الحجر الأسود كيف رجعوه على الكعبة؟ الحجر الأسود كان زي ما تقول متضرر، متكسر، متهشم يعني عليه. قاموا إيش الدولة العباسية بطليوا بالفضة ودكوا وين؟ داخل الكعبة. الحكي هذا من يوميتها لليوم الحجر الأسود زي ما هو إحنا بنشوفه محطوط بفضة ومحطوط في الكعبة. بدنا نقدم في الزمن ل 1911. وين؟ سألني وين؟ باريس. وين؟ متحف اللوفر. حلو. متحف اللوفر لما كان في سرقة الموناليزا. الموناليزا قبل ما بلش قديش تتقدر يعني انسى يعني بوقتها في 1911 قديش تتقدر حاليا بمصاري؟ مش وقت يعني وقت 1911 مع التضخم مع الشغلات هاي قديش سعرها يعني في اليوم هذا قديش سعرها مقابلة في ال 900 100%. بس تشمط الشمط 100 مليون مليار و600 دولار. مليار و600 دولار يعني سعر الموناليزا قد اللي سرقوه من العراق. مليار و600 دولار قد يعني طلع لوحة قد اللي سرقوه في العراق وبيحملوا. طيب كيف سرقوها؟ يعني خلنا امهد لك. اول شيء الموناليزا هالقد يعني قطعه صغيره مش كبيره، محطوط عليها اطار خشبي محطوط عليها قزاز عشان يحفظها. تمام. حلو. متحف اللوفر بالليل يعني بالليل ما كان يفوتوا ناس كثير. 1911 هذا الحكي. كم واحد كان يحرس اللوحه هاي؟ كم؟ 2 واحد. حلو. واحد اللي كان يحرس اللوحه. طيب في عندك واحد نجار اسمه بروجا شغال بنجاره والشغلات هاي. اي حدا عنده اي شيء في نجاره بيعمل له اياه. حلو. ايطالي طبعا. هو ايطالي. حط بباله انه يسرق الموناليزا بعد ما سمع انه قديش شيء غالي. كانت الفكره له انه بده يسرقها
مش عشان المصاري، بده يسرقها عشان بده زي ما تحكي بده يرجع شرف ايطاليا، انه سرقوها من ايطاليا وحطوها في فرنسا. طيب وكانت فكرته انه بده يسرقها بدون اي عنف، بده يسرقها بصبره وذكائه. حلو. فات درس اول شيء قبل كم من يوم، درس كيف الناس بتفوت، كيف الحراس متى بيطلع، بس استكشف المكان. استكشف المكان. شو اخذ معاه؟ قطعة قماش، تب، عصاية صغيرة، شفرة. وخلص بلش قاعد زي هيك، قاعد سنة اليوم المناسب. طيب فات جوا. كيف انت بتحكي موناليزا 1600 مليار، انت كيف تتوقع يعني راح توقع شيء ملحمي صار معه؟ توقع مثلا زلمه يعني طفى مثلاً الكهرباء، قتل الحارس، حمل الموناليزا وطلع. كيف سرق؟ انا زائر عادي يعطيك العافيه. فات بالليل، يعني بالليل زي ما قلت لك الحركه ما بتكون عاديه 100%. يعني هو كان يفتح بالليل وكان يفتح في النهار. فات دخل السلام يعطيك عليكم. العافيه، انا زائر عادي فايت اطقطق يعطيك العافيه. شو سوى؟ مع قطعه قماش عمل زي هيك، مسك في العصايه نكشها حطها يعطيك العافيه. كيف نكش هاي قدامي. طيب نكشها في العصايه، حطها في شو اسمه قطعه، قاعد هيك وحملها زي حطها في قطعه القماش. حط مليار و600 دولار حطها في قطعه القماش. يعطيك العافيه. مسك الموناليزا حقها مليار و600 دولار، مسكها الله يعطيكم العافيه، مسك حاله طلع زي كانه طبيعي. انت متخيل مسك مليار و600 دولار في لوحه، مسكها ومسك حاله انه عادي زائر عادي، مسك حاله وطلع. كل اللوحات هيك بس يعني بعد كم من سنه الناس تعطيش قيمه كبيره للوحات، مع انه بيكون قيمتها كثير عاليه. وقتها كانت كثير، يعني زي هسه حاليا فيش حدا في العالم بيعرف الموناليزا. مسك يعني انت بتحكي مسكها، كان بس بباله هو ما سرقت، يعني ما خربها، رجعوهم بعد كم من سنه عرفوا يوصلوا لها رجعوها. هو فات انه بده يرجع، يعني خلص بده يرجع زي ما قلت لك ثقافه ايطاليا لبلده. مسكوها حطوها يعطيكم العافيه، رجعوها بعد كم من سنه زي ما هي، يعني ما كانت فيها، ما كان مخربها. بعد سنه مسكوه ولا هو سلمها؟ لا بعد كم من سنه هم مسكوه. ما هو ما رجعها، ما تحريات وشغلات زي هيك، مسكوها ورجعوها. بس انت بتخيل مغبى تافه جدا. في مجال تعطيني قصه صحصحني؟ اسمع لي هالقصه. حلو. عندنا يا سيدي العزيز عمليه من اعنف عمليات السرقه السياسيه في تاريخ الكوكب. حلو. هاي ساعد عندنا بولاده شخصيه دمويه لشخص مش اسمه ستالين من غيره. حلو تمام. عام 1907 الامبراطوريه الروسيه كانت عباره عن دمار شامل، فقر، بطاله، اميه، يعني ليخه وقايم. حلو تمام. مجموعه شباب كانوا مؤمنين انه ايش الثوره لازمها مصاري عشان تمولها، والمصاري هي بتقدرش تاخذها غير بالقوه. حلو. يمولوا سلاح، يمولوا سلاح 100%. بلشت قصتنا من وين؟ بيت سري موجود وين؟ في وسط مدينه تفليسي اللي صارت فيها هاي السرقه. مجموعه شباب على راسهم مين؟ ستالين كان يعرف انه الحزب البلشيفي بحاجه الى اموال طائله عشان ايش؟ تمول الثوره تبعتهم. حلو. اللي قلناها قبل شوي اللي هم شراء السلاح، طباعة منشورات، دعم الثوار. تمام. ستالين قام باختيار مجموعة من أخطر الناس. حلو. وعمل خطة يقال إنها خطة مجرمة ومجنونة جدا. تمام. إيش اختار سيد العزيز؟ أنت قس الوحش هاي صار لك مستلمنا فيها من اختار ناقلة أموال للبنك الوطني الحكومي الروسي. حلو. ليش اختارها؟ لأنه هذه الناقلة نص النهار بيتم نقلها، حراسة روتينية بشكل غير طبيعي. وراها شرطة ابعد ما تسرقش. حط خطة واختار أفراد على رأسهم ثائر أرمني اسمه كامو. حلو. تمام. يوم العملية 26/6/1907. حلو. زي تمام. وصلوا الساحة متنكرين عادي زيهم زي هالناس. طبعا الساحة بتغلي ناس قاعدين في الساحة سوق ساحة بوسط المدينة. تمام. تجار ناقلين عربات، ايامها كان في عربات وشغلات زي هيك، تجار خيول، اي شيء ممكن تتخيلوا موجودين فيها. الشباب تنكروا زيهم زي هالناس. تخيل الموضوع، اعتبر انك قاعد تتخيل الموضوع زي مسلسل القصة. تمام. الظهر وصلت الايش؟ الناقلة. حلو. كامو قال لك طاب الموت يا شامي، مسك لك قنبلة في السوق، في نص السوق، انفجار عظيم، ولع السوق توليع. اقل من ثانية قنبلة ثانية، النار أكلت كل السوق. أقل من 5 دقائق الثوار هجموا على الحرس، قتلوهم كلياتهم. تمام. وزعوا الفلوس بينهم. الشرطة بتستوعب في الموضوع،
فيش ولا ثوار ولا شيء، اللي هرب بعربات، اللي هرب مشي، اللي هرب، كل واحد فيهم هرب بطريقه معينه. ليش؟ لانهم وزعوا الفلوس هناك. وقديش سرقوا؟ قديش كانوا سارقين؟ السائل اقول لك 300,000 روبيل. الوقت ذاك 300,000 روبيل ما يعادل هان 300 مليون الايام هاي. فتقدر تقول هاي من اكبر السرقات اللي قامت. نص السوق مسك قنبله شمطها وفقع الدنيا، فقع الدنيا، ولع الدنيا. تمام، سرقوا المصاري وطلعوا. وين المشكله سيدي العزيز؟ المصاري هاي عليها ارقام تسلسليه، ممنوع حدا يصرفها. حاولوا يصرفوها في روسيا ما تصرفت، يعني كل اللي سووه على الفاضي. اكمل لك اللي سووه تقريبا على الفاضي. المصاري صرفوها بروسيا ما تصرفت، في اوروبا ما تصرفت. تمام، اعضاء الحزب البلشيفي صنفوا هذا الموضوع، قال لك هذا مش ثوره، هاي سرقه. في منهم كانوا يدعموا، مثلا لينين قال لك دعمهم وقال لك هاي عباره عن ثوره واللي عملوه شيء صحيح. واغلب اللي صاروا اللي قاموا في العمليه منهم كامو، تمام، كامو انحبس وادعى الجنون. اقسم بالله هذا الزلمه خطير، لازم نعمل حلقه عنه. ادعى الجنون 6 سنين 6 سنين هو مدعي انه مجنون، تمام، قبل ما طلعوه. تمام، ونص الافراد العمليه برضه مسكوا وايش، والمصاري زي ما هي، يعني ما عرفوا يتصرفوا فيها، ما عرفوا يصرفوها. ونص افراد العمليه زي ما قلت لك اللي انقتل واللي انمسك. بعديها صار عندنا ايش، ستالين، اللي هو ستالين اللي هو حكم الامبراطوريه الروسيه لمده